لحظة لحظة، شوفوا بسم الله عليك. احتواء تاني. مساء الخير، مش فاكر والله الفيديو ده رقم 10 ولا رقم 15. كل فيديو بنطلع نتكلم فيه عن الاحتواء. طبعا دي ضربة جزاء وهمية قدام حضراتكم. زيزو متعود يغطس زي ما بيغطس في البسين عندهم، زي ما البط عندهم بيغطس في البسين، زيزو برضه بيغطس في منطقة الجزاء. الحكام بيساعدوا نادي الزمالك بطريقة غير طبيعية. نادي الزمالك مش قادر يكسب فاركو، مش قادر يكسب فريق بيهبط. نادي الزمالك الحكام بتساعده بكل ما اوتت من قوة. انا مش فاهم والله الحكام دي بتروح بتنام ازاي، بيناموا ازاي، بيحطوا دماغهم على المخدة ازاي. دي لقطة واضحة للجميع، حتى لو فيها تلامس. مفيش تلامس اصلا، انا مش شايف تلامس. يعني لو حضراتكم شايفين تلامس يا ريت حضراتكم تقولوا لي في الكومنتات. مفيش تلامس خالص. لو في تلامس حتى ما يرتقيش ان هي تبقى ضربة جزاء. هو اصلا ناوي ان هو يقع، باينه خالص قدام حضراتكم اهيت، باينه ان هو عايز يقع، عايز ياخد ضربة جزاء، وعارف ان هو لو وقع هياخد ضربة جزاء. طبعا نادي الزمالك لو الحكام بتاعته ما لحقتهوش كان زمانه دلوقتي مع فاركو بينافس على الهبوط. مبروك لنادي الزمالك وهارد لك لنادي فاركو. نادي فاركو يستحق المكسب. طبعا الحكام لحقت نادي الزمالك. نادي الزمالك ما يستحقش ان هو يتعادل اصلا الماتش ده. نفسي بس حد من الحكام دي يطلع بس كده يقول هيقابل ربنا ازاي. الناس اللي قاعده على الفار دي تأمع باميه ولا بتعمل ايه، ولا بتطبخ ولا بتعمل ايه، انا مش فاهم. المفروض ان اللعبه دي سهله جدا وواضحه جدا قدام الجميع. ربنا يحاسبكم على اللي انتوا بتعملوه ده. نادي الزمالك لو الحكام ما وقفتش معاه كان زمانه في الدرجه الثانيه السنه دي. زمالك انت بتنقط، ركب جلبه. ايه اوعى اوعى ايه شوف دي وشوف دي ايه. امبارح كان حدث فريد من نوعه. ماتش بيتلعب 40 دقيقة بس. ماتش بيتلعب الشوط الأول على استاد اسكندرية والشوط التاني على استاد برج العرب. أنا مش فاهم والله، إحنا الدوري بتاعنا مضحك للدرجة دي؟ الناس كلها بتتكلم علينا، وكالات الأنباء العالمية كلها بتتكلم علينا، بقينا ترند في المسخرة. اتحاد الكورة عايز يبوظ الدوري، لجنة الأندية ما بتنفذش اللوائح، عايزين يدوا للأسيوطي بطولة بأي طريقة. بس إن شاء الله الأهلي هياخد الدوري رغما عن أنف الجميع. نقطة بس عايز أتكلم فيها، موضوع جماهير نادي الزمالك. ده بوست واحده منزلاه بتقول ان هم ادونا وجبه تشيكن و250 جنيه وكان ناقص يوصلونا البيت، وفي جرسون نزل لهم يقدم لهم الحاجه. وانتوا رخاص قوي كده للدرجه دي؟ امال فين الكرامه وفين النادي الوطنيه والكرامه؟ ومش قصه كام بطوله، ده عشق من الطفوله. فين الكلام ده كله؟ وفين سنظل اوفياء؟ فين جماهير الزمالك من ماتش النهارده؟ جماهير الزمالك اتحولت من تشجيع الزمالك لتشجيع نادي بيراميدز. ما عدتش تقول لي بقى وطنيه وكرامه. يعني شيل الوطنيه اصلا عشان انت مش باين عندك وطنيه خالص، والكرامه هي كل يوم بتثبت ان انت ما عندكش كرامه. جماهيرك بتدور على بطنها، جماهيرك بتدور على حد يديها فلوس، وبتدور على حد يقدرها، بتدور على حد يكسب. ما عدتش تقول لي سنظل اوفياء واوفى جمهور في العالم والكلام ده. اوعى تقول كده تاني. انت هتفضل كومبارس، ويا ريتك تفضل كومبارس. خلاص بيراميدز هو اللي هياخد منك الكومبارس وهتبعد انت عن الساحه. استنى ناديك الموسم اللي جاي او اللي بعده في الدرجه الثانيه. نادي الزمالك هينتهي من الوجود ومش هيبقى ليه شعبيه، وشعبيته هتقل، والشعبيه هتتحول لنادي بيراميدز طبعا عن طريق الفلوس والوجبات واليوميات. 250 جنيه يا بلاش والله. الناس تروح تشجع وتاخد 250 جنيه وجبه فراخ وتروحهم لحد البيت. مش هطول على حضراتكم، شكرا لحضراتكم جدا، سلام عليكم.